بتشتغل كتير؟ طب فين الدليل؟ في سؤال بسيط بس اجابته ممكن تكشف لك انك ماشي في سكه غلط من سنين. انك بتقيس نجاحك بايه؟ بالمرتب، بالتعب، بالكلام الحلو من مديرك. الحقيقه دي كلها مؤشرات كاذبه، لان الفرق بين الناجح والعشوائي كلمه من 3 حروف: KPI. معظم الناس بتشتغل سنين وبتفتكر انها بتتقدم، بس لما بتبص ورا بتلاقي انها بتلف حوالين نفسها، والسبب ان مفيش بوصله، مفيش مقياس واضح بيقولك انت رايح لفين وازاي هتوصل. وعلشان كده لازم تبدا من البدايه. يعني ايه KPI؟ وليه الموضوع ده مش رفاهيه بل هو مفتاح اي نجاح حقيقي؟ KPI هي اختصار لكي بيرفورمانس انديكيتور، يعني مؤشر الاداء الرئيسي، وباختصار هي اداه بتقيس بيها انت بتشتغل كويس ولا لا، بتحقق اهدافك ولا لا، او هل انت محتاج تطوير ولا لا. زي بالظبط جهاز الضغط عند الدكتور، مش بيشخصك بس بيديله مؤشر لو في حاجه غلط او صح. يعني مثلا لو انت موظف مبيعات، KPI بتاعك ممكن يكون عدد الاتصالات اليوميه، او نسبه اغلاق الصفقات، او قيمه المبيعات الشهريه. او لو انت مدرب هيكون KPI بتاعتك عدد المتدربين، تقييماتهم بعد التدريب، هل رجعوا تاني ياخدوا تدريب. ولو انت مدرس هيكون مؤشر الاداء الرئيسي مدى تفاعل الطلاب او نسبه التحسن في مستواهم. اما لو انت صاحب شركه فاكيد مؤشر الاداء بتاعك هيكون حجم الايرادات او حتى عدد العملاء الجدد. تعال اقول لك بقى ليه KPI مهمه. لانها بتدي لك ارقام حقيقيه بدل الاحساس. بدل ما تقول انا حاسس اني ماشي كويس، لا، تقول انا حققت 80% مثلا من الهدف الشهري. وده فرق ضخم بين اللي بيسوق الشغل واللي الشغل بيسوقه. KPI او مؤشرات الاداء الرئيسيه مش بس اداه لقياس شغلك، دي بوصله بتقول لك انت رايح فين. وكتير من الاخطاء الشائعه ان ناس كتير فاكره ان KPI بس للمديرين او الادارات العليا. لا، العكس، كل فرد في المنظومه لازم يعرف ايه KPI بتاعه ويشتغل عليه. وكمان في ناس بتحط KPI بشكل عشوائي، يعني يحط لنفسه 10 اهداف مش واقعيه فيفشل من اول اسبوع. والصح هو لازم يكون KPI واضح وقابل للقياس ومرتبط بهدف حقيقي. يجي واحد يقول لي طب لو انا لسه ببدا اعمل ايه؟ الموضوع ببساطه، اول حاجه حدد انت عايز توصل لايه. تاني حاجه حول الهدف الكبير لارقام صغيره قابله للقياس. تالت حاجه تابع تقدمك كل اسبوع. مثال بسيط، مثلا لو هدفك تبيع ب100,000 في الشهر يبقى لازم تبقى عارف تبيع كام كل اسبوع. او لو هدفك تطور نفسك كمدرب يبقى لازم تحدد هتقدم كام تدريب شهري، هتشارك في كام فعاليه، هتحصل على تقييم كام. وفي الختام لازم تفهم ان النجاح مش شعور، النجاح نظام. ولو انت مش قادر تقيم شغلك وتطورك او حتى حياتك يبقى غالبا انت ماشي بس مش رايح في اي حته. فسواء كنت موظف او صاحب بيزنس او مدير او حتى بتشتغل على نفسك لازم يكون عندك KPI، لان من غيره انت بتشتغل لكن مش بالضروره تتقدم. فاسال نفسك دلوقتي بتقيس نجاحك بايه؟ لو ما عندكش اجابه واضحه يبقى ده اول مؤشر لازم تشتغل عليه. شاركني في الكومنتات ايه KPI اللي شايف انه لازم تبدا تطبقه على شغلك او حياتك. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لان اللي جاي هيخليك تشتغل اذكى مش اكتر.